السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. آه كان في مزارع عنده حته ارض، كان بيزرع فيها. فالارض دي كان جنبها نهر، وللاسف النهر ده بعيد قوي عن الارض. فكان هو بيعاني جدا اثناء ما هو بيزرع، فكان نفسه في وسيله تسهل عليه الشغل ده. ففي يوم من الايام سمع ان في راجل حكيم ماشي في القريه بتاعته، فراح ساله قال له: عايز حاجه تخلي النهر ده قريب للارض بتاعتي. ابتسم الراجل الحكيم وقال له: مفيش حاجه اسمها كده، في انك انت اللي تروح للنهر. الراجل المزارع فهم الحكمه وبدا يعمل حفره، قناه توصل بين الارض بتاعته لغايه النهر. الموضوع في البدايه كان صعب جدا معاه، لدرجه ان كان في ناس بتعدي عليه اثناء ما هو كان بيحفر القناه دي، وكانت بتتريق عليه وتضحك عليه وتقول له: كل اللي انت بتعمله ده على الفاضي. لكن هو ما يأس، فضل يستمر لغايه ما فعلا عمل القناه ووصلها بين الارض بتاعته لغايه النهر. بدات فعلا الميه تجري في القناه لغايه ما وصلت للارض، واصبحت الارض بتاعته من اجمل الاراضي اللي ممكن تتخيلوها. بعد ما وصلت الميه للارض فرح جدا، وعرف ان الصبر والمثابره هم مفتاح النجاح. فالحكمه ايه؟ اي صعوبات بتواجهها في حياتك لازم تلاقي لها حل بنفسك، لان لو انت ما لقيتلهاش حل هتصبح انت فاشل، هتبقى اي حاجه طولك هتقع على طول. فلازم تلاقي الحل باسرع وقت، لان كل خطوه انت بتواجهها لازم تبقى واقف صامت. اهم حاجه انك تكون قريب من ربنا برضه، لان برضه قربك من ربنا هيوصلك لكل نقط انت تتمناها. فبس كده.